السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل ايس كريم، انما ايس كريم كده جميل جدا، طريقته سهلة وبسيطة ومن مكونين بس. هنعمل كده ايس كريم بالكراميل، بالكريم كراميل. طبعا كده الاول هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوباية ونص لبن، معانا كيس بودرة الكراميل. طبعا دي الاول المكونات اللي هنبدأ بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كده حاجة نشتغل فيها على النار، يبقى كوباية ونص لبن، نضيف نص الكوباية ده الكوباية، يبقى كوباية ونص لبن. كيس بودرة الكريم كراميل، بسم الله الرحمن الرحيم، نضيفه برضو ونقلبه كده كويس لغاية كده لما ندوبه نرفعه على النار. طبعا كده بندوب كده بودرة الكريم كراميل اللي معانا مع كوباية ونص لبن لغاية كده لما يغلوا على النار. طبعا كده لسه ما غلاش معانا، مستمرين طبعا في التقليب لغاية لما يغلي. طبعا كده بدأ يغلي كده معانا من الجوانب زي ما انتوا كده شايفين. عايزين كده يغلي غلية حلوة، يفوق كده بمعنى أصح. طبعا كده خلاص غلي كده معانا تمام. طبعا كده هنطفي من تحت النار وهنسيبه كده يبرد جنبنا كده في المطبخ عادي من غير تلاجة. طبعا كده خلاص الكراميل بتاعنا جمد شوية. طبعا كده معانا العلبة اللي هنعمل فيها الايس كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بنص كوباية مية ساقعة متلجة، بودرة، ننزل كده بمعلقتين كريم شانتيه، كريم شانتيه للخام طبعا، معلقة كده سكر بودرة او على حسب الحلو اللي تحبيه، وممكن كده تستكفي بالسكر اللي في الكراميل اللي احنا عملناه. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بالمضرب الكهرباء. طبعا كده الكريمة بتاعتنا تقلت شوية، ننزل كده بعلبة الزبادي. طبعا كده ومعانا الكراميل اللي احنا عملناه جمد كده شوية، برد تماما بدرجة حرارة المطبخ مش في التلاجة. نبدأ ننزل بيه كده، نبدأ كده نضرب الايس كريم بتاعنا كويس. طبعا كده الايس كريم بتاعنا بعد ما ضربناه كده حلو، شايفين كده قوامه جميل جدا. طبعا كده ولونه حلو، مش محتاجين نضيف اي لون تاني. طبعا زي ما كده شفتوا الايس كريم بتاعنا سهل، وعملنا الخطوات كده مع بعض، وضفنا علبة الزبادي برضو اللي هي زبادي زي ما قلنا. يبقى عملنا الايس كريم والكريمة بتاعتنا عملناها بنص كوباية مية، معلقتين كريم شانتيه خام، علبة زبادي، ومعلقة سكر بودرة. طبعا كده هنحط الايس كريم بتاعنا يجمد في الفريزر على حسب ما يتجمد. طبعا كده الايس كريم بتاعنا بعد ما يتجمد كده حوالي 6 ساعات في التلاجة او 5 على حسب كده ما يتجمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده بالمعلقة. ايس كريم جميل جدا وان شاء الله هيعجبكم، وطريقته سهلة وبسيطة جدا جدا. ننزل كده في الكوباية بتاعتنا. طبعا كده طريقة سهلة وجميلة جدا، ايس كريم احسن من بتاع المحلات كمان. طبعا كده والاطفال كلها بتحبه، احنا كده طبعا في الصيف كلنا بنحبه، كبار وصغيرين. بنعمله كده في البيت وطريقة سهلة ونظيفة وجميلة جدا، وبتعملي كده كمية حلوة. طبعا كده شفت عملناه بطريقة سهلة وبسيطة. ايس كريم الكريم كراميل. طبعا كده وبيدي مقطع معانا وجميل ولونه جميل جدا وطعمه وريحته جنان كده. جربوه ان شاء الله هيعجبكم.
طبعا كده معانا الكيس الكراميل اللي هو بقى مع بودرة الكريم. طبعا كده ننزل بيه نعمل كده منظر وشكل. شايفين كده الجمال والحلاوة، حاجة كده سهلة وجميلة واقتصادية، عملناها كده في البيت بكل سهولة. شايفين كده الجمال والحلاوة بتاعت الايس كريم بتاعنا، حاجة كده جميلة جدا وسهلة. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة كده يعني تفتح النفس، ومن مكونات سهلة وبسيطة جدا، بس بنعمل حاجات جميلة جدا وشكلها كده مغري في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.